السلام عليكم. من بين الحوايج اللي كيمرضوني هي فاش كنشوف شي حد ما كيصليش. تخيل معايا صاحبي بنادم ما كيصليش، انت في هذه الحاله قاطع الصله ديالك مع الله سبحانه وتعالى نهائيا. تخيل معايا الوالد ديالك ولا الوالده ديالك كيعيطوا لك كل نهار، ولكن انت ما مسوقش ليهم وهز التليفون وما ضرب لهم حساب. انت في هذه الحاله شنو غادي نسميوك؟ الا ما بغيناش نقللوا اللحيه غادي نقولوا عليك انت واحد الانسان ما مربيش، حيت هذوك والديك اللي رباوك. ودابا تخيل معايا رب العالمين كيناديك كل نهار 5 ديال المرات، هو اللي خلقك، هو اللي كيرزقك، هو اللي حفظك من بزاف ديال المصايب وانت صغير حتى كبرت. عطاك هادشي كامل بدون مقابل، فقط كيناديك ليتواصل معك 5 ديال المرات في النهار، وكل مره كيناديك فيها بحي على الصلاه، حي على الفلاح، وانت بالعاني ما كتلبيش النداء. اشنو بغيتي يقولوا عليك في هذه الحاله؟ الا قلنا مع والديك انت ما مربيش. واش عارف شنو هي اول حاجه كيتسول عليها العبد يوم القيامه؟ هي الصلاه. فاذا ما نجحتيش في هذا الاختبار ديال الصلاه فراك عارف شنو كاين. ترك الصلاه ذنب عظيم، وممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرى منك يوم القيامه. الله يهدينا جميعا. السلام عليكم.